أهالي إمبابة ضربوا أحمد العوضي بصواعق الكهرباء والشوم بسبب الجوايز ورد فعل مفاجئ منه، صراخ واشتباكات، والشرطة بتتدخل لإنقاذ أحمد العوضي من أهالي إمبابة. إحنا في مصر والوطن العربي لما بنشوف زحمة أو تجمع ناس بنبقى عايزين نعرف فيه إيه، عندنا فضول طبيعي. والنهاردة هنتكلم عن لما تفرق ولما تمزق ولما كدابة، زي ما حصل مع محمد رمضان لما نزل يصور مع ست بتبيع مناديل. كلنا اتأثرنا وفرحنا، حسينا انه بيساعد الناس وبيفرحهم. بس للأسف المصيبة ان الست دي ملحقتش تفرح بال100,000 جنيه اللي اداهالها. ليه؟ لان اول ما اخدت الفلوس الناس في منطقتها قعدوا يراقبوها لحد ما واحد منهم هجم عليها وسرق الفلوس. وحتى مع وجود البوديجاردات الست ملحقتش تفرح، يعني 100,000 اللي أخدتها في الشارع مفضلش منهم غير 40,000، 60,000 راحوا في الهوا في لحظة. والمشكلة إن الحكاية دي بتخلينا نسأل فين الأمن؟ ومين اللي سرق الست؟ طب اللي حصل ده كان مع ست بسيطة لا حول لها ولا قوة، لكن لما موقف مشابه يحصل مع ممثل كبير يبقى إيه الحل؟ تعال نعمل لايك ونصلي على النبي في التعليقات ونعرف مع بعض إيه اللي حصل مع أحمد العوضي في إمبابة. أحمد العوضي قرر ينزل يشرب شاي على قهوة في إمبابة ويتفرج على حلقة من حلقات المسلسل بتاعه مع الناس. وطبعا هو نازل يعمل نمرة، هو خد كم صحفي معاه ونزلوا إمبابة فعلا. يعني انت رايح تفرد عضلاتك وتقول انا جامد، ولما بدخل منطقة الحي كله بيتقفل ولا محمد رمضان والسقا وكريم عبد العزيز؟ طبعا ده قرار مش حكيم ابدا. انت نجم وعارف ان الناس هتتلم عليك وممكن تضايقك، لكن مفيش فايدة. العوضي سجل فيديو وهو واخد عربيته وبيقول انا رايح اشرب الشاي مع اخواتي في إمبابة، وفعلا الناس كلها اتلموا عليه عايزين يتصوروا ويسلموا عليه. بس الدنيا اتزحمت بشكل مش طبيعي، والإشاعات طلعت إن العوضي نازل يوزع فلوس على الناس زي مدفع رمضان، وهو ده كان سر التجمهر. وخاصة إن العوضي بيعمل مسابقات وبيوزع جوائز مالية، وده بيزود من التجمعات حواليه. وبقت سخيفة لدرجة إنه اضطر يدخل بيت حد من الأهالي ويستخبى فيه علشان يخلص نفسه، لأن الموضوع قلب خناقة كبيرة بين الأهالي وتدافع، والناس طلعت الشوم والعصيان وصواعق الكهرباء والدنيا اتقلبت. لكن الفنان ما كانش شايف كل ده، اللي كان شايفه بس نفسه. هو حط الفيديو بتاع نزولة إمبابة على صفحته مع أغنية أنا جامد أنا مش شايف حد، وكأنه بيبعت رسالة لحد معين بيقوله شوف أنا جامد إزاي، لحد ما الأمن قدر يطلعه. وغيره كتير من الناس باتت في المستشفى واتعورت بسبب الزحمة والاشتباكات. مبروك عليك يا فنان. المضحك ان الناس بتتجمع على الحاجات التافهة اللي زي دي، لكن في الحاجات المهمة ما بنلاقيهمش، وتلاقي الشارع فاضي زي البنت اللي تعرضت لهجوم من 20 شاب في نهار رمضان بدون سبب. كانت راجعة من شغلها وفجأة لقت الناس معاها أسلحة بيزعقوا تحت العمارة. حاولت تهرب لكن مسكوها وبدأوا يشدوها وينزلوها السلم بالعافية، شالولها الطرحة وضربوها. والدها حاول يدافع عنها لكنه اتضرب هو كمان وتعور بسلاسل وحديد. فين الناس وقتها؟ فين اللي اتجمعوا على النجم المشهور؟ مفيش رجولة؟ مفيش نخوة؟ فين رجالتك يا مصر اللي مشهورين بالنخوة والشهامة؟ ايه اللي حصل لنا؟ ربنا يهدي الجميع ويرجع القيم والأخلاق اللي افتقدناهم.